السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة معانا وصفة سهلة واقتصادية جدا ولذيذة في نفس الوقت. هنعمل ان شاء الله كب كيك البرتقال بطريقة سهلة وبسيطة. اول حاجة في مقاديرنا معانا كوبايتين من الدقيق، ومعانا 3 ارباع كوباية زيت، 3 ارباع كوباية عصير برتقال، 3 ارباع كوباية سكر، معلقة كبيرة من الخل، معانا معلقة كبيرة من بشر البرتقال، ومعانا بيضتين ورشة ملح ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر. مقادير سهلة جدا، وهنعملها اقتصادية بالزيت مش بالسمنة. اول حاجة معانا كوبايتين من الدقيق منخولين طبعا، هنحط عليهم رشة ملح ومعلقة كبيرة مليانة هرمية من البيكنج باودر. بالشكل ده يبقى المقدار الجاف جاهز معانا. هنقلبهم ونسيبهم على جنب. هنعملها النهاردة بالزيت، واهم حاجة الكوباية اللي هتعايري بيها تعملي بيها كل المقادير. هنعملها سهلة جدا في الخلاط. اول حاجة طبعا زي ما تعودنا هنحط المقادير السائلة عشان الخلاط بتاعنا. ضفنا كوباية الا ربع من الزيت، عليها 3 ارباع كوباية عصير برتقال، وبعد كده نزلنا بالسكر 3 ارباع كوباية برضو من السكر. مقدار سهل جدا وسهل ان انت تحفظيه. بعد كده ضفنا بيضتين، وبعد كده نزلنا بمعلقة كبيرة من الخل. النهاردة ما ضفناش فانيليا. ليه؟ عشان معانا بشر برتقان. طبعا خدنا القشرة الصفرا بس عشان ما يمررش معانا. بشرناها بشر ناعم، وبعد كده خدنا البرتقان عصرناه وخدنا منه 3 ارباع كوباية. ضفنا كمان معلقة الخل. يبقى بكده مش محتاجين النهاردة فانيليا في الوصفة بتاعتنا. ضربناهم ضربة حلوة زي ما تعودنا بالشكل ده لحد الخليط ما بقى قوامه كريمي. هننزل بقى بالمقدار بتاعنا كله، وطبعا هننزل المقدار كله من شفشق الخلاط عشان تبقى المقادير مظبوطة معاكي اهو بالشكل ده. طبعا قبل ما نبدأ في الكيكة بتاعتنا خالص لازم نكون مولعين الفرن بتاعنا. طبعا سيبنا الفرن يسخن وابتدينا نعمل في الكيكة. جبنا المضرب اليدوي بتاعنا او بشوكة حتى، المتوفر عندك هتتعمل ان شاء الله وهتنجح معاكي وتبقى زي الفل. ابتدينا كده نقلب، اهم حاجة في اتجاه واحد، ونبتدي ناخد جوانب الطبق كده عشان نتأكد ان الدقيق كله امتزج في الخليط السائل بتاعنا. هنقلب كده لحد ما نحس ان خلاص كله امتزج مع بعضه. خلاص بالشكل ده يبقى الكيكة جاهزة معانا. طبعا اخر خطوة بنعملها عشان تتأكدي ان الخليط كله امتزج، لازم تقلبي بقى بالسباتيولا. تجيبي كده من تحت لفوق، لان بيبقى فيه في قاع الطبق كمية كده من الدقيق. بصوا القوام، لازم القوام يبقى بالشكل ده. خلاص هنشيل المضرب بتاعنا، وهنيجي بالسباتيولا كده ونديها تقلبتين عشان لو في اي دقيق. بصوا دلوقتي هيظهر معانا كده كمية من الدقيق. اول ما نقلب من تحت بيبقى فيه معلقتين دقيق كده ولا حاجة. هنقلب الخليط كويس جدا، وبالشكل ده يبقى جاهز معانا. يلا استغلي الفرصة بقى، البرتقان كتير اليومين دول، هتطلع معاكي كيكة ناجحة حلوة جدا وهشة واقتصادية في نفس الوقت. تقدري كمان بدل قوالب الكب كيك تعمليها في صينية عادية، بس هتبقى صينية متوسطة مش كبيرة قوي. طبعا على حسب المقدار، يعني لو هتحطيها في صينية هتبقى اللي هي الصينية مقاس 26. هتطلع معاكي حلوة جدا ومرتفعة. بعد كده جبنا حاجة كده يكون ليها بوز، او ممكن تجيبي كيس بلاستيك وتقطعيه من تحت بحيث نسهل علينا واحنا بنحط في القوالب بتاعتنا. حاجة سهلة وبسيطة جدا، هتنفعك بقى كده مع كوباية شاي بلبن الصبح، او تحطيها للولاد في اللانش بوكس، او طبعا في المغرب كده مع كوباية نسكافيه. يعني ما شاء الله حلوة جدا وهتنفعنا، وهتوفري فلوسك ومش هتجيبي اي حاجة من بره. عايزين نعمل حلو حادق كله هنعمله مع بعض ان شاء الله. اهو بالشكل ده جبنا بقى الورق اللي هو بتاع الكب كيك، وابتدينا ننزل بالسائل بتاعنا بتاع الكيك. طبعا مش هنملاها على الاخر، هنحط كده حوالي 3 ارباعها اهو بالشكل ده. طب لو مفيش ورق كب كيك ومش عايزة اشتري واكلف نفسي، مفيش اي مشكلة. هتجيبي القالب بتاع الكب كيك وهتمسحيه مسحة بسيطة من الزيت، وتعفريه بالدقيق كأنك هتعمليه في صينية بالظبط. وبكده يبقى وفرتي عليكي الورق. لكن لو متوفر عندك اعملي فيها يبقى احلى طبعا.
لو في اي حاجة وقعت كده زي ما وقع مننا في الصينية بتاع الكب كيك، هنمسحها طبعا، لان لو دخلت الفرن هتتحرق معانا. ولو في اي حاجة عايزة تتظبط كده في ورق الكب كيك، بنظبطها، لان الشكل اللي هتدخل بيه هتطلع بيه في الاخر. اهو بالشكل ده طبعا لحد ما نكمل الكمية كلها. ما شاء الله، بكوبايتين دقيق هتعملي كمية حلوة جدا. حاجة بقى كده في البيت ان شاء الله تبقى كل حاجة متوفرة. واول ما يكون متوفر عندك البرتقال، يلا نفذي الوصفة حلوة جدا، وان شاء الله هتعجب الولاد كلهم. اهو بالشكل ده كده هندخلها بقى الفرن بتاعنا على درجة حرارة 180. مولعينها من تحت ومن فوق، بس اللي من فوق مهديين النار على الاخر. هتاخد منك حوالي 15 دقيقة، يعني ربع ساعة. بصوا ما شاء الله، خرجت بقى ايه، مرتفعة كده وجميلة جدا، بسبب ان احنا ولعين من تحت ومن فوق. يعني الشواية، لو ما عندكيش شواية مش مشكلة، هتولعي من تحت بس في الحالة دي هتاخد حوالي تلت ساعة، يعني 20 دقيقة. خلاص بنهويها شوية كده، لأن لسه خارجة من الفرن طبعا وسخنة جدا، فهنسيبها تتهوى شوية عشان نفتح واحدة ونشوف قلبها من جوه عامل ايه. بصوا ما شاء الله ناجحة جدا. لما تلاقيها ارتفعت معاكي كده، يبقى المقدار مظبوط والطريقة ناجحة 100%. اهي كب كيك بقى برتقان حلو جدا ومناسب جدا للبرد اللي احنا فيه. طبعا مفيدة جدا. اهو بصوا شكلها، ما شاء الله، يعني كأنك جايباها جاهزة بالظبط. حلوة ولذيذة جدا، والتسوية بتاعتها كمان. بصوا لما نشيل الورقة، مستوية حلو جدا، وما خدتش مننا وقت في الفرن ولا حاجة. 15 دقيقة بالظبط وطلعيها. طبعا اختبرناها برضو من النص عشان نتأكد ان هي استوت وما تبقاش قلبها معجن. بصوا من جوه حلوة وجميلة ازاي. طبعا اللون الاصفر التحفة ده نتيجة البرتقان، ونتيجة فرم البرتقان اللي احنا عملناه. بألف هنا وشفا لكل اللي هيجربها بإذن الله.